السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم غادي نقدم لكم هذا الدجاج البلدي اللي كيجي اكثر من هائل. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وغادي يصدق لكم من اول مره. تبعوا غير المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا عندي دجاجه بلديه اللي غسلتها مزيان بالسكنجبير والحامض وخليتها تسقطر. العطريه عندي هنا معلقه ديال الخرقوم البلدي اي الكركم، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال الابزار ما عامراش. عندي هنا معلقه سكنجبير عامره صغيره، عندي معلقه ديال القزبر، عندي معلقه صغيره ديال السمن، وعندي جوج عواد ديال القرفه. عندي واحد 4 البصلات اللي قطعتهم هكا مكعبات صغار. عندي هنا الحامض مصير، غادي نحتاج اللب والجلفه غادي نزين بها. هنا عندي قزبر ومعدنوس واحد 2 معالق كبار. عندي هنا الثومه واحد 6 دروز ديال الثومه، واللي ما كيقدش عليه يقدر ينقص. هنا عندي كاس لاروب ديال الزيت ما بين مخلطه ما بين زيت روميو وزيت بلديه. ندوزو دابا باش نصبوا الدجاج. بسم الله. خديت الكوكوط فاش غادي نطيب الدجاج. صافي دابا غادي نزيد العطريه. غندير هاد المعلقه ديال السمن، عندي سكينجبير، عندي القزبر يابس، عندي الابزار، الفلفل الاسود، عندي معلقه صغيره ديال الملح. انا ما بغيتش نكثر الملح حيت السمن عندي شويه مالح، وغادي ندير دابا الحامض مصير حتى هو مالح. هنا عندي معلقه ديال الخرقوم، ونزيد هذيك الثومه. هنا عندي قزبر ومعدنوس. صافي دابا غادي نخليو هكا يتقلب في هاد العطريه. صافي غير واحد شويه 5 دقائق ان شاء الله ونرجع معكم باش نديروا الزيت والبصله. البنات بعد ما داز واحد تقريبا واحد 5 دقائق قلى لينا هكا الدجاج مع ديك العطريه. صافي دابا غادي نزيدو داك اللب ديال الحامض. دابا غادي نزيدو هذيك البصله. غادي نزيدو داك الكاس خليط ما بين زيت الزيتون وزيت العاديه هكا باش يجي لنا الدجاج مدغمر. غنزيدو دوك العويدات ديال القرفه. صافي دابا غادي نرويو بالمطايب غير القياس اللي غيطيب لنا هكا الدجاج. صافي تقريبا واحد الساعه هكا بما طاب لينا ان شاء الله الدجاج ونرجع معكم. تقريبا طاب لينا الدجاج. غنديروا الزيتون اللي كنت نسيت ما ذكرتش معكم. انا عندي هاد مسلاله غسلته مزيان. صافي غادي نديرو بعد ما درنا الزيتون غادي نخليه واحد تقريبا واحد 5 دقائق. صافي وغادي ندوزو للشكل النهائي. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، الدجاج البلدي بالزيتون والحامض مصير. كيجي اكثر من رائع. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، وما تنساوش الا جربتوا الوصفه وقولوا ارائكم في التعليقات. انا رافقته غير بالسلطه المغربيه ودرت شويه الفريت. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. يلا البنات نشوفكم في فيديو الجاي ان شاء الله.